هذه أبرز العناوين. وزير خارجية موريتانيا يجمع السفير المغربي والجزائري ويجدد موقف بلده من الصحراء المغربية. البوليساريو تلوح بالحرب. ائتلاف حقوقي مغربي يتحرك تجاه الاتحاد الأوروبي لهذا السبب. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك واشتراك باش يوصلك كل جديد. وزير خارجية موريتانيا يجمع السفير المغربي والجزائري ويجدد موقف بلده الثابت من نزاع الصحراء المغربية. في سابقة هي الأولى من نوعها، عقد وزير الخارجية والتعاون الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق اجتماعا بنواكشوط ضم كل من السفير المغربي والسفير الجزائري. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني في اللقاء الدبلوماسي الثلاثي أن موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية ثابت منذ سنة 1979، متجسدا في الحياد الإيجابي وذلك بحضور السفير الجزائري. وأضاف المسؤول الموريتاني خلال لقائه السفير المغربي حميد شبار أن هذا الموقف الموريتاني الثابت يتأسس على ما أسماه بمبادئ ثلاث، أولها أن الحكومة ملتزمة باحترام جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة. ثانيا الحرص والعمل على العلاقات المتميزة مع كل الأطراف. ثالثا الاستعداد التام والإرادة الصادقة لإيجاد حل سلمي للقضية، لتساهم موريتانيا في إيجاد حل سلمي وتكون جزءا من الحل في قضية الصحراء المغربية لا جزءا من المشكلة. وناقش الوزير الخارجية الموريتاني مع السفير المغربي في موريتانيا حميد شبار علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكانت موريتانيا قد جددت مؤخرا تأكيدها على التزامها بما تصفه بالحياد الإيجابي من قضية الصحراء المغربية والتشديد على عدم تسجيل أي تغير فيه وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية. البوليساريو تلوح بالحرب. عقب انتهاء مؤتمر جبهة البوليساريو الذي انعقد في أجواء سياسية متوترة، خرج إبراهيم غالي بتصريحات جديدة يلوح فيها بالحرب الوهمية في الصحراء المغربية، سعيا منه إلى امتصاص غضب القيادات المعارضة له نظرا للانشقاقات الداخلية بين أعضاء الجبهة بخصوص توجهات المرحلة المقبلة. وقال إبراهيم غالي في تصريحات صحفية مختلفة إن ميدان الجيش هو أولوية الأولويات ورأس الحربة في معركة الوجود والمصير والكرامة، الجدير بكل العناية والاهتمام في جميع المناحي ماديا وبشريا حتى يكون في أعلى مستويات الجاهزية. ورغم تلويح الجبهة بوهم الحرب في محطات سابقة إلا أنها تبقى مجرد حبر على ورق نظرا لضعف عتادها العسكري الذي يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، فيما واصلت القوات المسلحة الملكية المغربية تحسين أسطولها الحربي في العقد الأخير عبر عقد عدة صفقات عسكرية مع إسرائيل وأمريكا وتركيا والصين. تعكس تصريحات مسؤولي جبهة البوليساريو حول الحرب الوهمية أزمة الخطاب الداخلي لدى أعضائها بعد توالي الانتصارات الدبلوماسية والعسكرية للمملكة المغربية في الملف، الأمر الذي جعل المنتظم الدولي واعيا بالأزمة التي تهدد استمرارية البوليساريو في المنطقة. في هذا الصدد قال رمضان مسعود رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد إن جبهة البوليساريو تلوح بهذه الحرب الوهمية منذ 1994 إلى غاية اليوم، لكنها تظل مجرد شعارات زائفة يتم ترويجها إعلاميا قصد استفزاز المجتمع الدولي الذي بات واعيا بحيثيات الملف. وأضاف مسعود أن الواقع الميداني يثبت أن العتاد العسكري المتوفر لدى جبهة البوليساريو متهالك وقديم مقابل تطور الترسانة الحربية للقوات المسلحة الملكية في العقد الأخير بعد الصفقات الاستراتيجية التي عقدها الجيش المغربي مع مجموعة من الشركاء الدوليين. وأردف الخبير عينه بأن أحداث القرقرات كانت حاسمة في تحديد الطرف القوي في ميدان المعركة، ألا وهو الجيش المغربي الذي نجح بكل سلاسة في تأمين البوابة الحدودية نحو إفريقيا بعد استفزازات جبهة البوليساريو بالمنطقة العازلة، ما جعل المنتظم الدولي يتعرف على طرف النزاع الذي يعرقل بشكل عمدي حل الملف بسبب مصالحه الشخصية. وواصل المتحدث شارحا بأن ساكنة مخيمات تندوف هي ضحية الحروب الوهمية التي تدعيها جبهة البوليساريو بين الفينة والأخرى، لأنها لا تستفيد من الأموال والمساعدات الغذائية الموجهة للمخيمات، مبرزا أن الشباب الصحراوي انتفض بدوره على طريقة تسيير الجبهة بعدما وجد نفسه معزولا من لدن الشيوخ الذين يرغبون في مراكمة المزيد من الثروات. ائتلاف حقوقي مغربي يباشر تحركا تجاه الاتحاد الأوروبي لهذا السبب. يستعد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهو إطار حقوقي يضم 20 هيئة حقوقية وطنية للقيام بتحرك وترافع تجاه الاتحاد الأوروبي بسبب استمرار قنصليات دول الاتحاد في المغرب
في التفاعل السلبي مع طلبات الحصول على التأشيرة التي يتقدم بها المغاربة. وذهب الائتلاف المذكور إلى القول إن المواطنات والمواطنين المغاربة يتعرضون للتعسف من طرف مصالح سفارات دول الاتحاد الأوروبي في المغرب، وذلك في ملف التأشيرات، إذ تصر مصالح التمثيلية الأوروبية على وضع عدد من العراقيل للحيلولة دون تمكين المعنيين من التأشيرة لدخول التراب الأوروبي. الائتلاف المغربي لهيئة حقوق الإنسان اتهم التمثيلية الأوروبية في المغرب بالانتهاك الصارخ للحق في التنقل المنصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف بلدان الاتحاد. وانطلقت شرارة أزمة التأشيرات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من فرنسا، التي عمدت إلى تقليص التأشيرات الممنوحة للمواطنات والمواطنين المغاربة بنسبة 50%، كرد فعل على رفض المغرب استقبال المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في فرنسا بحسب تبرير السلطات الفرنسية. وعبر المغرب عن احترامه حق الدول السيادي في منح التأشيرات من عدمه، وذلك في رد وزير الخارجية على أسئلة في المجلس المستشارين بشأن أزمة منح التأشيرات الأوروبية التي يعاني منها المغاربة شهر دجنبر الماضي، غير أنه شدد على رفض اتخاذ التأشيرات أداة للابتزاز أو الإهانة، موردا أن التعاطي مع طلبات منح التأشيرة وإن كان قرارا سياديا إلا أنه يجب أن يكون مبنيا على الاحترام بين الدول. وسبق لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن أعلنت عن انتهاء أزمة التأشيرات التي أزمت العلاقة بين المغرب وفرنسا خلال زيارتها إلى المملكة شهر دجنبر المنصرم، غير أن عددا من المغاربة ما زالوا يشتكون من صعوبات في الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي، كما هو الحال بالنسبة لدول أخرى من الاتحاد الأوروبي. وفي وقت يرفض المغرب التعليق رسميا على أزمة التأشيرات باعتبار الموضوع يدخل ضمن نطاق القرارات السيادية، اعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عقب اجتماع نوقش فيه هذا الموضوع أن مواصلة التمثيلية الأوروبية في المغرب وضع عراقيل تحول دون تمكين المغاربة من التأشيرات تستدعي وباستعجال أن تطلع الدبلوماسية المغربية بمسؤولياتها في الضغط على الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية عموما من أجل احترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية التنقل. وتنص المادة الثالثة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز تقييد حرية التنقل بأي قيود غير التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد المذكور. لم يفصح مسؤول الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن طبيعة التحرك الذي سيقوم به تجاه الاتحاد الأوروبي، وكذلك وزارة الخارجية المغربية باعتبارها مؤسسة معنية بالموضوع، إذ أفاد رئيسه عبد الإله بن عبد السلام في حديثه لجريدة إسبريس بأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها سيعلن عنها في ندوة صحفية مطلع الأسبوع المقبل، وتهدف إلى احترام الحق في التنقل دون قيود أو حصار. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك وإعجاب مع تفعيل الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالخبر.